وإلى مصر فقد انطلقت من دار القضاء العالي في العاصمة القاهرة تظاهرة حاشدة ضمت طلبة وسياسيين تقصد مجلس الشعب للتنديد بالحكم العسكري. وطلب المتظاهرون بإطلاق سراح المعتقلين والكشف عن المتورطين بالأحداث الدامية التي وقعت مؤخرا في العباسية. تقرير عمرو أبو جبل. مسيرة من آلاف المصريين انطلقت من أمام دار القضاء العالي وهم في طريقهم الآن إلى مجلس الشعب يدينون فيها سياسات المجلس العسكري في القبض على المتظاهرين السلميين.